بعتذر عن التأخير بس مش بسببي. المهم إبراهيم عيسى طالع يقول إنه المصريين اخترعوا جملة لا إله إلا الله وهم ماشيين والحاجات دي. عارفين انتوا لما حد بيوصل حد ويقول له لا إله إلا الله والتاني يقول له محمد رسول الله. بيقول إبراهيم عيسى الشهير بإبراهيم نفخه إنه دي اختراع مصري. وبعدين السؤال طب وماله؟ يعني ومال أهلك؟ اختراع مصري. عايز أقول لك يا إبراهيم إنه المسيحيين مثلا لما ست مسيحية في الصعيد تشوف حاجة حلوة تقول باسم الصليب، ده اختراع مصري برضه. مش هتلاقي واحدة من فنلندا من قرى فنلندا تقول على حاجة حلوة باسم الصليب. والمصريين بيقولوا على بسم الله ما شاء الله لما يشوفوا حاجة حلوة عشان ما يحسدوش بعض. ده اختراع مصري يا نفخه برضه، عادي يعني. ايه مشكلتك في الاختراع المصري؟ انا افهم لو لما بيطلعوا علينا حد متشدد ويقول شم النسيم اختراع مصري وما تروحش تحتفلوا، بتطلعوا عليه انتوا الليبراليين تقعدوا تاكلوه وتقولوا شوف بقى انت مش عارف ايه والحاجات دي. هفكرك بالاختراعات المصرية يا إبراهيم واحدة واحدة كده معايا. أمك وهي بتولدك لما قامت من الولادة وهي في النفاس عملوا لها مغات، ده اختراع مصري. على فكرة طول عمري بحس اللي يشرب مغات ده ممكن يحبل الراجل يعني. أمك يا إبراهيم لما أنت عدى عليك 7 أيام بعد الولادة عملت لك سبوع، وده برضو اختراع مصري يا إبراهيم. ما سمعتش عنه؟ أكيد سمعت عنه. وكحلوا لك عينيك، كنت برضو حطوك في غربال أعتقد كنت برضو في الغربال لابس نضارة ومبقلص كده برضو. عادي جدا. دي أمك وأم أي مصري. أمك يا إبراهيم لما بيجي عليها العيد بتعمل كحك وتغطيه وتحطه في طبق كده وتديه للست أم ناشد اللي جنبها أو للست أم أحمد اللي جنبها، والست أم أحمد عاملة كحك أصلا، بس ده عادة مصرية. ما حدش فينا قال ده حرام أو حلال. أمك كان قائد طابية؟ لا، أمك لما أنت كبرت كده وحلويت وتخاف عليك من الحسد كانت تقول 5 وخميسة 5 وخميسة وردة وفتحت. ده اختراع مصري يا إبراهيم. أبوك كان قائد طابية؟ لا. أبوك لما مات جدك عمل له 40، وال40 ده اختراع مصري يا إبراهيم برضو، عادي جدا عادي جدا، مفيش حاجة فيه خالص يا إبراهيم. اشمعنى دلوقتي يا إبراهيم أنت زعلان؟ يعني عادي. أختك لما اتجوزت إبراهيم قالوا لها، أو لما شافت راحت فرح قالوا لها قرص العروسة في ركبتها. طبعا أنت ما بتحبش القرص في الركب زي حالاتي، أنت ممكن تقرص بس مش في الركب. حكاية القرص في الركب دي برضه اختراع مصري. ما حدش سمع عنها حاجة يا إبراهيم خالص. ما حدش قال لي مثلا اختراع نرويجي. دي كلها اختراعات مصرية يا إبراهيم. أنت ليه معترض على المصريين يقولوا لا إله إلا الله ودي تقول محمد رسول الله؟ يا راجل ده التجار لما يختلفوا مع بعض وحد فيهم يحتد على التاني يقول له صلى على النبي بس شوية عشان يهديه يعني. ولما يبقى التاجر واحد مسلم وواحد مسيحي، يقوم المسلم بذكاء كده يقول للمسيحي مجد سيدك يا مقدس، فالمسيحي يقول له المجد لله في الأعالي. عادي يا إبراهيم، ده اختراع مصري عادي. أنت ليه وقفت في زورك فكرة ان ده اختراع مصري وبتاع؟ جاك سد نفسك يعني يا إبراهيم برضو الشتيمة دي برضو اختراع مصري. جاك ضربة تفك الحام صدرك، دي اختراع مصري ان ملهاش ترجمة. يعني لو جيت ترجمها الانجليزي ما تعرفش ترجمها. عادي يا إبراهيم، جات ضربة تفك الحام صدرك. ان شاء الله يجيك ويحط فيك، واللي هنا الافعال هنا الوقائع محذوفة، ضمير مستتر في ضمير اللي بيشتم، برضو اختراع مصري يا إبراهيم. يعني شتايم كده الام تقول لابن ابنها وهو ماشي ان شاء الله يجيك ويحط فيك. النبي يسد نفسك يا بعيد، ده برضو اختراع مصري يا إبراهيم. لأني المصريين بيحبوا الأكل، فلما واحد حتى في العزا بياكل وفي الفرح بياكل في الهم في المديون بياكل، فلما يتقال له جاك سد نفسك يا إبراهيم، يعني لما يتقال له كده يا إبراهيم بيبقى ده معناه انه حاجة كبيرة جدا. كل دي اختراعات مصرية يا إبراهيم. انت يظهر الفلوس نستك، والقعدة المرتاحة نستك، والقعدة في العربية المكيفة وانا قاعد في الشواية دي نستك. كل ده نساك يا إبراهيم. مصر فيها حاجات كتير جدا. اشمعنى جت على لا إله إلا الله محمد رسول الله ومتضايق قوي تقول المصريين هم اللي اخترعوها؟ ما احنا اخترعنا حاجات كتير جدا كتير. أفكرك بس يا إبراهيم، سيبك بقى من الشتايم وسيبك من الأمثال.
افكرك بس بقصيدة صلاح جاهين اللي اسمها على اسم مصر. بيقول صلاح جاهين: على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما يشاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، وبحبها وهي جريحة حرب، بحبها بعنف وبكبرياء وبرقة وعلى استحياء، واكرهها والعن أبوها بعشق زي الداء، واسيبها واطفش في ضرب وتبقى هي في ضرب، وتلتفت تلاقيني جنبها في الكرب، والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب على اسم مصر. مصر النسيم في الليالي وبياعين الفل، ومراية بهتانة على القهوة أزورها وطل، ألقى النديم طل من مطرح ما طليت، والقاها برواز معلق عندنا في البيت، فيه القمر مصطفى كامل حبيب الكل، المصري باشا بشواربه اللي ما عرفوا الذل. ومصر فوق الفرندا واسمها جولييت، ولما جيت بعد روميو بربع قرن بكيت، ومسحت دموعي في كمي، ومن ساعتها وعيت على اسم مصر. مصر السما الفستقي وعصافير معدية، والقلة مملية على الشباك مندية، والجد قاعد مربع يقرأ في الجورنال، الكاتب المصري ذاته مندمج في مقال، ومصر قدامه أكتر كلمة مقرية قريتها من قبل ما اكتب اسمي بإيديا، ورسمتها في خيالي على أبدع الأشكال، ونزلت أيام الصبا طفيت كل مجال زي المنادي، وفؤادي يرتجف بجلال على اسم مصر. على اسم مصر شفت الجبرتي بحرافيش الحسين وبولاق، بابن البلد ماشي زي النمس في الأسواق، بالفلاحين على المداخل من بعيد وقريب، بالأرناؤوط بالشراكسة بكل صنف عجيب، مترصصين سور رهيب مزراق ورا مزراق، كأنهم لا بشر ولا خلقة الخلاق. مصر فلاحة ترزق بين رقيب ورقيب، من غير أبو الهول ما ينهض نهضة شايلة حليب، والصبح بدري الجبرتي ينام وألمه يسيب على اسم مصر. أنا اللي مشيت أدور باشتياق وحنين على مصر، والمشي خدني من سنين لسنين، لحد ما سنينها وسنيني بقوا واحد، وعاصرتها بيوم بيوم لم فاتني يوم واحد، وحضرت شاهد عيان مولد وموت الملايين، ما زعلت من كلمة البركة في الجايين. مين هم دول يا جدع؟ ما توحد الواحد، البركة فينا وفي السامعين بالواحد، أنا قلتها من نرفزتي من غيرة الواحد على اسم مصر. مصر الثلاث حروف ساكنة اللي شحنة ضجيج، زوم الهوى طقش موج البحر لما يهيج، وعجيج حوافر خيول بتجر زغروطة، حزمة نغم صعب داخلة مسمعة مقروطة، في مسامي مضغوطة مع دمي لها تعريج، ترع وأنوات سقت من جسمي كل نسيج، وجميع خيوط النسيج على نبرة مربوطة، أسمعها مهموسة أو أسمعها مشخوطة، شبكة رادار قلبي جوه ضلوعي مظبوطة على اسم مصر. القاهرة في اكتئاب والأنس عنها غاب، من عتمة تدخل لعتمة كأنها في سرداب، أو قرية مرمي عليا ظل هجانة الحظ، من المغربية بأمر مولانا، ومصر في الليل بتولد والبوليس على الباب، صبية ولادة يابا ولحمها جلاب، طلع الصباح زغرتت في السكة فرحانة، على كتفها مولودتها لسه عريانة، وفي لحظة كانت جميع الدنيا دريانة على اسم مصر. دي مصر يا إبراهيم، دي مصر يا إبراهيم، من غير ما انفخك لأني مش ناوي. أشوفكم بعد الفاصل. سؤال الحلقة بيقول: تفتكر على أي أساس بيقبلوا أو المسؤولين، السؤال قدامكم دلوقتي، ما هي المعايير اختيار المسؤولين في مصر؟ أنا مبسوط جدا من الناس اللي طلعت وجاوبت، والناس اللي قالت رأيها، وكل الناس كانت رأيها تقريبا واحد: إن شاء الله يجيك ضربة تفك الحام صدرك. دي الدعوة يا إبراهيم اللي بتدعي عادي جدا في لما الناس تزعل من بعض، لحد ما أشوفكم، أشوف فيك يوم جميل بعد الفاصل.